عليكم جميعا. بس انا اقول لكم بس عشان حاجه، انا اول مره اجرب الفرد ده دلوقتي، لسه جايبه جديد. احنا دلوقتي في لحظه بريك، يلا عشان نفتتح الشركه مع بعض. ابدا اعرف. قول لي انت مين يا نجم؟ هاني الامير يا ست الكل. امير؟ هاني الامير. هاني الامير ده اسمك كله سلطنه وكله جميل. ربنا يبارك. ربنا يخليك يا ست. والنجم طيب يا ريت كل ده كده عشان نستمتع. فنان على قدي وحبيبي. يعني انت مطرب ولا فنان ومطرب؟ مطرب على قدي. لا مش على قدي. مش على قدك. لا. انت النهارده ثبت وجودك. فنان جميل. النهارده ثبت وجودك. وانا اتكلمت مع دكتور من الخبراء من شويه، بقول له الفنانين دول بيجوا يقدموا هنا جميل ولون مميز. ما انا بقول له بيجوا يقدموا هنا. قال لي اللي بيعجبني باخده واصعده. يعني ممكن فجاه وانت في وسط الناس دي تبقى نجم من الصف الاول. فدي حاجه، ده بيبقى فوق النصيب الاول وفوق من ده وده اجتهادكم. فكل ما الانسان بيجتهد ربنا بيديه. ربنا يوفقك. وانا من خلال البرنامج ده حبيت اقول لكم برضو كلمه حلوه. مش عارفين نقول لك ايه بصراحه. حضرتك عندنا في الدنيا واحنا فرحانين موجوده معانا واخواتك كلهم النجوم معانا. ربنا يبارك. ومعانا اصحاب، وكل سنه وانت طيب. تقول ايه يا وسام؟ وانتوا كده النهارده بتتجمعوا كل اسبوع او كل فتره، كل واحد بيخرج موهبته ويوصلها للنور. محمد رسول الله. دلوقتي بقى وان احنا طبعا ونشوف بعض ويبقى بينا محبه ودايما كده على طول في تواصل. بشوفكم بتغنوا دايما للقديم. هو اللي بيبقى مطلوب منكم ان انتوا تغنوا للقديم، ولا القديم هو اللي بيبقى يعني بتسألوا؟ في أكاديمية الفنون الفنان الدكتور محمود فوزي. يعني لو الحفلة متطلبة مثلا أغاني قديمة أغاني قديمة. طبعا على فكرة الدكتور محمود فوزي دكتور في الأوبرا المصرية وفي الموسيقى العربية، وهو اللي بيكتشف النجوم. وأنا باجي اكتشف النجوم اللي بكتشفها باخدها واصعدها يبقى مطرب صف اول. فانتوا كلكم اهالين وبكل جداره ان انتوا تبقوا موهوبين الصف الاول. ربنا يخليكي. واحنا طبعا وانا سعيده بيك النهارده والله، وحاسه فعلا ان حاجه جديده. تعرفت باخ جديد وان شاء الله تبقى صداقه العمر كله. حتى الاستاذ سعد اليتيم بكره الجريده بتاعته قال لي ما تتاخريش، قلت له عينيا. انت هتروح بكره؟ من خلال موقعك بقى انا ببعت سلامي للاستاذ سعد اليتيم. هو انسان. كنا مع بعض في ثالث يوم العيد في اسماعيليه. وكان يوم جميل يعني، وقضينا وقت ممتع مع بعض. هو عازمني بكره عندهم في الجريده، بيجمعوا العدد الدوري بتاعهم او الاسبوع بتاعهم. فقال لي تعالي معانا، حتى وصف لي المكان. فمن خلالك ومن خلاله احنا بنقدم له كلمه شكر، وان الجروب بتاعه فعلا جمعنا ببعض. هو شخصيه محترمه، وكل القائمين معاه على العمل الاعلامي ناس افاضل، وانا طبعا بحترمهم. ان شاء الله ربنا يديم معروف ونتقابل على خير دايما يا رب. ومعايا الوجه الجميل اللي انا بحبه، ودايما بنتقابل مع بعض وبنتقابل في الخير، الدكتورة سحر وهدان. شفتها في حاجات كتير، وهي فعلا شغالة على نفسها وحبت فعلا تقدم الجديد والعديد، وهم لهم بصمة في الإعلام المصري غير حقوق الإنسان والمسميات الكتير. عرفينا بنفسك وعرفوا الجمهور من سحر وهدان. مدير المكتب التنفيذي لعموم الجمهورية من العام المساعد المنافس مصر القومي، وشغالة في الإعلام الشريف. ليا الشرف إن أنا انضميت مع عناصر جميلة زي كده في الحملة المصرية للإعلام السياسي للأستاذ خميس إسماعيل. من خلالنا احنا دلوقتي بنقول له أنت أخ واحنا بنحبك ومفتقدينك اليومين دول، لأن هو للناس اللي عملت الحملة بصراحة، وكانت حملتها قوية جدا وضم فيها عناصر ممتازة قامت بدورها في الوقت المناسب فعلا. ودايما اي حد بيقدم دور حلو دايما بيتحسب له،
هتبقى بصمه. احنا كلنا جوانا حاجه حلوه لمصر، جوانا وطنيه وبنحب مصر جدا، بس دايما محتاجين حد ياخد بايدينا ويسندنا او يظهر حبنا لمصر. احنا لما بنلاقي حد زي حضرتك زي الرئيس الخميس، حد بينشط جوانا الوطنيه. واحنا عندنا مؤسسه بتاعتي اسمها مؤسسه النيل العالميه للتنميه واعداد القاده. باذن الله انت هتبقى شرف لنا الانضمام معانا وهنعمل احلى شغل. ربنا يبارك لك وانا بحبك والله. ربنا يبارك لك. كل سنه وانت طيب وتحيا مصر تحيا مصر. كل الناس بس يسكتوا الاول. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. عرفينا بنفسك وعرفينا النهارده. احنا شايفين الجمع الحلو ده، بتتجمعوا على الخير وبتلتقوا على الخير وبتلتقوا على الاغنيه المصريه الجميله. ان شاء الله الحمد لله. عرفينا بيكي. انا تهاني جنيد. قريبة الجنادي ديت كلها موسيقى وأوبرا عم بابا حسين جنيد. منورة الدنيا، والدكتورة منى جنيدي وناس كتيرة في العيلة دي. جنيد بس. ناس منورة دايما في العيلة دي. تقولي ايه النهاردة في الاحتفالية دي؟ جميلة جدا والجو حلو والقعدة جميلة ومبسوطة قوي. كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. طيب. بتقول ايه؟ انت جاي يا قمر تقولي ايه النهارده وانت جاي متاخر كده والحفله بادئه اقول ان انا جايه مخصوص عشان خاطر ماجد، كسرت الدنيا عشان اجي لها والله. حبيبتي ماجد ربنا ما يحرمنا منها يا رب، ربنا ممتعانا بالجديد والاصوات الرائعه. وانت جيت لما جيتي ليها كده حسيتي ان في حاجه جديده متقدمه، ولا زي عندنا هناء بتعمل، هناء عبد العظيم بتعمل، وعندنا سلوى مراسي بتعمل وهنديه. يا حبيبي معاك ما تنسانيش، رايحين على فين رايحين على فين على فين. نسمع للجميع، شويه عايز اسمع طرب، شويه عايز اسمع هيك، شويه عايز اعمل شعبي، نروح للكل كلهم حبايبي. كل سنه وانت طيب ودايما حبايبنا منورين. لا ومجد غاليه وهي زوجة شكلها كده قاعده بتعمل حبايبها سنة وانت طيب. تقول ايه؟ معقول تيجي لهون تصورينا زي ولاد صورك اهو. سنة وانت طيب. ربنا يبارك لك. تقول ايه؟ انا بصور. تقول ايه؟ تقول ايه النهارده في الاحتفالية دي؟ محمد فاروق. يا حبيبي معاك ما تسألنيش، رايحين على يمكن اعرفه. انا الاعلامية سهير يوسف. الاعلامية سهير يوسف. تقول ايه النهارده؟ جميلة جدا. والدكتورة ماجدة منورة بتغير مودنا يعني احنا بنيجي نغير جو ومن ناحية بنشوف الجديد. اللي جايها شوفها بدل ما العيال يوشونا نيجي احنا خلاص ربنا يبارك. تقول ايه يا كريم؟ كان يصدق والنبي ايه النهارده؟ ربنا عمره ما حد سلام طيب.